فرق ما بين واحد بيستخدم جي بي تي او جيميناي او اي تول تانية ويطلع نتائج ممتازة من الذكاء الاصطناعي، وواحد تاني بيطلع منه غباء اصطناعي. لما بتكون صيغة الطلب متكاملة النموذج بيفهمك بشكل احسن وبالتالي هيديك المطلوب بشكل اسرع. فالجملة كاملة هتبقى احنا هنا عملنا ايه؟ هي دي فكرة برومبت، الطريقة اللي بتطلب بيها الحاجة واللي بتحدد الرد اللي انت هتاخده من الشخص اللي قدامك. تعالوا بقى اقول لكم على سر الصيغة اللي انا شخصيا بستخدمها في شغلي. المهم ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تعرف كل اسراري. خلينا نتفق ان لكل مقام مقال، وانك لو اديت اللي قدامك حقه وزيادة هيديك احسن ما عنده. طب خليني اقربها لك بموقف عملي. لو في يوم رحت لحد اكبر منك ب20 سنه ونديت له باسمه عادي كده كانه واحد صاحبك ورايح تطلب منه شغل، بس بتطلبها بطريقه كده تناكه، انا شاطر بس معيش فلوس فانت لازم تشوف لي شغل معاك حالا، واتعاملت مع طلبك ده كانه حق مكتسب، تفتكر رد فعله هيبقى ايه؟ طيب لو نفس الشخص رحت له قلت له لو سمحت يا هندسه انا اتعلمت من حضرتك كتير وكنت حابب اخد رايك في قرار مهني يخصني، انا دلوقتي بدور على شغل وعملت السي في وعملت كذا ومحتاج توجيهك في شكل البورتفوليو مثلا، تفتكر رد فعله في الحاله دي هيكون ازاي؟ هي دي فكره برومبت، الطريقه اللي بتطلب بيها الحاجه واللي بتحدد الرد اللي انت هتاخده من الشخص اللي قدامك. ليه تحديد الفورمولا او الصيغه لكتابه البرومبت مهمه؟ ببساطه لان الطريقه اللي بتطلب بيها بتحدد بشكل كبير جوده وسرعه اللي انت هتاخده من الجي بي تي او اي نموذج تاني. خليني اوضح لك بالتفاصيل. توفير الوقت والمجهود، لما بتحدد الصيغه الصح من البدايه بتقلل احتماليه انك تضيع وقت في محاولات كتير عشان توصل للرد اللي انت عايزه. الصيغه الصح بتساعد النموذج انه يفهمك من اول مره. وضوح الطلب، لو البرومبت بتاعك مش واضح جي بي تي ممكن ما يعرفش هو المفروض يعمل ايه بالظبط، لكن لو في صيغه منظمه بتحدد ايه التاسك المهمه الامثله كذا وكذا هيقدم لك رد واضح وصح. جوده الرد، الفورمولا بتحدد مستوى وجودة الرد اللي هتاخده. لو طلبك مكتوب بطريقة مبهمة أو عامة جدا هتلاقي رد سطحي جدا جدا، لكن لو حددت الصيغة الصح هتقدر تاخد رد أعمق وأدق. تحكم أكبر في النتائج، باستخدام صيغة معينة انت تقدر تتحكم في تفاصيل الرد. يعني لو عايز معلومات في شكل نقط أو جدول أو حتى مقال طويل أو صغير، الصيغة المناسبة هتخلي جي بي تي يرد عليك باللي انت محتاجه بالظبط. تفادي الأخطاء، لما بتكتب برومبت مش منظم او فيه غموض شات جي بي تي ممكن يفهمه غلط او يفسر الطلب بطريقه مختلفه عن اللي في بالك، لكن لو حددت صيغه واضحه هتضمن ان الرد اللي هيوصل لك هيبقى قريب قوي من اللي انت عايزه. توجيه النموذج، النماذج زي شات جي بي تي بتشتغل بناء على التعليمات اللي بتجيلها. لما تكون الصيغه اللي بتكتب بيها منظمه وفيها كل المعلومات اللي محتاجها النموذج بيقدر ينفذ المطلوب بشكل اسرع وادق واصح. من الاخر تحديد الصيغه او الفورمولا بيساعدك انك تاخد احسن نتيجة باقل مجهود ويواجه النموذج انه يشتغل على الطلب بتاعك بشكل منظم وواضح، وبالتالي بيقدم لك رد احسن واقرب للي في دماغك. في صيغ وطرق كتير لكتابة برومبت، اعمل لايك وتعالى اقول لك هي ايه. صيغة الامر المباشر، دي الطريقة الصريحة والمباشرة اللي بتطلب بيها حاجة معينة من شات جي بي تي واخواته. مثال، اكتب لي مقال عن اهمية الاكل الصحي، حلل لي البيانات دي واعرف لي المتوسط، وهكذا. صيغة الاسئلة المفتوحة، في الصيغة دي بتسأل سؤال يكون محتاج شرح او تحليل، مش مجرد إجابة قصيرة فقيرة. زي مثلا ممكن تسأله إيه هي أحسن طريقة تطور بيها نفسك أو شغلك أو كذا. صيغة التوجيه خطوة بخطوة، هنا بتطلب خطوات محددة أو دليل بيمشيك خطوة بخطوة عشان تعمل حاجة معينة. زي مثلا إنك ممكن تسأله قول لي إزاي أعمل حساب على الفيسبوك، علمني إزاي أعمل كود بايثون خطوة بخطوة يحسب لي كذا وكذا وهكذا. صيغة الإبداع، في الصيغة دي بتطلب حاجة إبداعية زي إنه يكتب لك قصة أو فكرة جديدة. فمثلا ممكن تقول له اكتب لي قصه قصيره عن ولد بيكتشف كنز في جزيره مهجوره، او اعمل لي 5 افكار جديده لحمله تسويقيه لمطعم معين وهكذا. صيغه التصحيح والمراجعه، دي بتطلب فيها من الشات جي بي تي انه يراجع حاجه انت كاتبها ويبدا يصحح الاخطاء اللي فيها، فتقول له راجع لي المقال ده، صحح لي الجمل اللي فيه، خليها مكتوبه بلغه سليمه، اكتب لي الايميل ده بلهجه مور بروفيشنال وهكذا. صيغه المعلومات التفصيليه، في الصيغة دي بتطلب معلومات بشكل موسع أو شرح موضوع معين بشكل أعمق شوية. فتسأله مثلا ال AI بيشتغل إزاي، اكتب لي تقرير عن تأثير السوشيال ميديا على الشباب، أي حاجة أنت حاببها. صيغة الأمثلة، هنا أنت بتطلب من الشات جي بي تي يديك أمثلة واضحة على حاجة معينة، فمثلا اديني أمثلة على شركات نجحت باستخدام الإي ماركتينج. طيب ليه كل الصيغ دي مهمة؟ لما بتختار الصيغة المناسبة حسب طلبك بتقدر توصل لجي بي تي واخواته الفكرة بتاعتك، وبالتالي بتجيلك الردود فعلا اللي بتدور عليها،
كل ما كان طلبك منظم وواضح كل ما كانت النتيجه احسن. طيب هل في صيغه مثاليه اكتب بيها برومبت؟ في طرق وصيغ كتير جدا لكتابه البرومبت، وفي فعلا صيغه مثاليه او فورمولا تقدر تعتمد عليها عشان تطلع باحسن نتيجه ممكنه. الصيغه دي بتساعد النموذج انه يفهمك بشكل احسن ويقدم لك الاجابات اللي انت مستنيها بالظبط. الصيغه المثاليه فيها 6 مكونات اساسيه. اعمل سبسكرايب وتعالى نشوف ايه هي. اول حاجه هي التاسك المهمه. ابدا دايما بطلبك او المهمه اللي انت عايز النموذج يعملها، زي اكتب، حلل، اقترح، كذا. السياق الكونتكست، وضح الخلفيه او التفاصيل اللي تساعد النموذج انه يفهم الموضوع. فمثلا لو بتطلب تحليل لمنتج، اشرح ايه هو المنتج اصلا وايه هدف التحليل ده. الامثله examples، قدم للنموذج مثال او امثله كتير على الرد اللي انت متوقعه، ده بيسهل عليه انه يفهمك ويقدم لك نتيجه مشابهه للي انت عايزها. البيرسونا الشخصيه، ممكن تحدد مين اللي انت عايزه يرد عليك بالظبط، فتقول له رد عليا كانك طبيب، رد عليا بصفتك مستشار قانوني. الفورمات او التنسيق، حدد ازاي تحب الرد يجيلك، سواء في صوره نقط او مقال او جدول او كذا. النبره او تون الكلام، حدد الاسلوب اللي عايز يكون بيه الرد، رسمي، ودي، مرح، مبسوط، متضايق. طب خلينا نشوف مثال عملي. تعال نروح لشات جي بي تي ونقول له اكتب مقال عن فوائد الرياضه. هنا انا بوضح له ايه التاسك اللي هيعملها، بقول له للاطفال، ده السياق. هقول له بنبره وديه، دي النبره او تون فويس اللي انا محتاجها. واقدم امثله على انواع الرياضه مختلفه، انا هنا بطلب منه امثله في شكل نقط، ده التنسيق. فالجمله كامله هتبقى اكتب مقال عن فوائد الرياضه للاطفال بنبره وديه، وقدم امثله على انواع الرياضه المختلفه في شكل نقط. احنا هنا عملنا ايه؟ ادينا له ال6 عناصر اساسيه اللي احنا محتاجينهم. لما بتكون صيغه الطلب متكامله النموذج بيفهمك بشكل احسن وبالتالي هيديك المطلوب بشكل اسرع. تعالوا بقى اقول لكم على سر الصيغه اللي انا شخصيا بستخدمها في شغلي. سر الصيغه اللي انا بستخدمها في شغلي ببساطه بيبدا من نقطه ان انا شخص منظم، فبحب ارسم مسار لدماغي، خصوصا لو موضوع جديد عليا او حاجه معقده شويه. المهم ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تعرف كل اسراري. الخطوه الاولى بناء الهيكل، الاستراكشر. اول حاجه بعملها لما الاقي اي موضوع جديد او حاجه مش مألوفه بالنسبه لي، او حتى لما بكتب مقال للويب سايت او سكريبت الفيديو زي اللي انا بعمله دلوقتي، هي اني بطلب من شات جي بي تي انه يعمل لي هيكل، استراكشر او خطه تفصيليه عشان الموضوع يبقى منظم. الهيكل ده بيبقى عباره عن العناوين والعناصر الرئيسيه للموضوع بشكل عام. الهيكل ده بيساعدني اعرف كل حاجه انا محتاجه اركز عليها او كل النقط اللي انا محتاجه اغطيها في الموضوع ده. فمثلا لو عايزه اكتب عن تاثير التكنولوجي في التعليم، اول حاجه بطلبها من شات جي بي تي انه يعمل لي هيكل للموضوع. هيديني عنوان رئيسي، عناوين فرعيه، عناوين سب تايتل، وهكذا. بعد ما احدد الهيكل الكامل ببدا اتعامل مع كل نقطه فرعيه بشكل منفصل، يعني باخد كل نقطه من اللي هو كتبها لي في الهيكل وابدا اسال بالتفصيل عنها باستخدام الصيغه اللي احنا اتفقنا عليها من شويه. طب ازاي بعمل كده؟ بستخدم الصيغه اللي فيها العناصر زي التاسك، السياق، النبره، التنسيق، وهكذا. فمثلا لو في نقطه فرعيه عن ازاي التكنولوجي بتاثر على الطلاب تحديدا، هطلب من شات جي بي تي انه يكتب لي مقال او تقرير صغير يشرح لي النقطه دي بس بالتفصيل. الصيغه دي بتخليني اغطي تقريبا كل النقط، مش بفوت اي حاجه. فببدا اطلب من شات جي بي تي انه يشرح لي نقطه نقطه ويقدم لي امثله ومراجع واي تفاصيل مهمه تانية. واخد بالي كويس قوي من حته المراجع دي، لازم اراجعها واتاكد ان هو مرجع حقيقي. وارد كمان ادخل على المرجع ده واشوف الفهرس بتاعه، اشوف الاستراكشر بتاعه، واشوف انا فعلا بغطي كل النقط اللي انا محتاجاها ولا محتاجه اعمل سيرش اكتر. طيب النتيجه لما بعمل كل البروسيس دي بيبقى فعلا في تنظيم وترتيب للافكار. مش بس بضمن ان انا اغطي كل النقط المهمه، لكن كمان بقدر اكون نتيجه نهائيه منظمه وشكلها يعني لطيف مفهوم، مش مجرد اجابات سطحيه، لا، تحليلات عميقه بترد على كل الاسئله اللي عندي. دي طريقتي اللي نفعت معايا، جربها وقول لي في الكومنتس اذا فرقت معاك. واستنوني الحلقه الجايه هنتكلم عن البرومبت لايبريز وازاي نستخدم المكتبات الجاهزه عشان نكتب برومبتس جاهزه.